السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو ده النهاردة ان شاء الله هعمله للناس اللي هي عايزة تبتدي مشروع الملايات، تفصل ملايات. في ناس كتير بتسألني على الجروب، بتقول يا ام يوسف طب احنا هنبدأ ازاي، نبدأ منين، او ايه كمية القماش المطلوبة، او ابدأ اعمل ايه، او اعمل كام قطعة. فان شاء الله النهاردة في الفيديو ده هوضح لكم كل حاجة، واعرفكم ازاي نبدأ مشروع الملايات بطريقة سهلة. وهبتدي معاكم ان شاء الله في طقم الاطفال دون. علشان طقم الاطفال ان شاء الله هيكون طريقة سهلة جدا بان انتي نفسك تتفتح باذن الله وتبدأي مشروعك، وربنا يوفق الجميع. وتعالوا معايا ان شاء الله نشوف هنبتدي الفيديو ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ان شاء الله بص هفهمكم. انت كواحده لسه مبتدئه ومش عارفه تعملي اي حاجه، فانا هقول لك اعملي ايه. انت ان شاء الله عايزه تبتدي، فاول حاجه ابتدي فيها طقم الاطفال. ليه هقول لك طقم الاطفال؟ اللي هو طقم الاطفال الفلات اللي ما فيهوش كرانيش ولا فيه اي حاجه. ليه؟ لان طقم الاطفال ده المقاسات بتاعته ثابته، ما فيهوش اي يعني مش هتحتاجي تعملي فيه اي حاجه ايه تخليكي كده ايه تقف معاكي. فهوريكي برضو ان شاء الله هتقصيه ازاي. اول حاجه انت مثلا لو انت عايزه تبداي، ما رشحش ان انت تجيبي كذا كذا حته قماشه وكده. امسكي هاتي الطقم واحد، هاتي طقم واحد اطفال، واعمليه الاول وقصيه وقفليه وكويه كده وظبطيه وشوفيه. ان شاء الله لو جه بقى كويس، بعد كده ان شاء الله تبتدي تجيبي حتتين، تجيبي ثلاثة وتعرضيهم كده ايه على الواتس. لو انت مثلا، او تعرضيهم على جيرانك، تعرضيهم على اصحاب، هتشوفي انت اللي لقيتيه حلو ولقيتيه مقاس مظبوط على السراير عندك، يبقى كده ان شاء الله تبتدي بقى تتشجعي وتعملي ايه حاجة تانية، تمشي بقى في الكبير، وبعدين تمشي في الكرانيش. بس اول حاجة لو انت عايزة تبتدي صح، ابتدي بطقم الاطفال. وانا هعرفك واحنا ماشيين ليه بقولك ابتدي بطقم الاطفال، وحتى ما تبتديش في الطقم الكبير. فانا ان شاء الله هعمل الطقم دون وهقصه، وهعرفك خطوة خطوة اللي تعمليه. طيب انا اول حاجة هعملها ايه؟ اول حاجة انا واحدة هبتدي بايه؟ اول حاجة ان شاء الله هروح ايه عند التاجر، واقول له وانا خلاص انا نويت ان انا رايحة عند التاجر هجيب طقم اطفال، طقم واحد. طيب طقم الاطفال ده بياخد قد ايه؟ طقم الاطفال دون هياخد منك 6 متر. انت لسه مبتدئه، هاتي 6 متر، ما تجيبيش اقل من 6 متر، عشان محدش يقولك لا 6 متر كتير، طب هاتي 5.5. لا، انا عن نفسي لغايه دلوقتي بجيب 6 متر، علشان خاطر يبقى المقاسات بتاعتي مظبوطه وابقى مميزه وشغل مميز. ما بقاش المقاسات بتاعتي صغيره وزيها زي الشغل بتاع بره. لا، انا مميزه اجيب شغل كبير. فانا بحتاج 6 متر للطقم الاطفال. طيب انا هروح عند التاجر، انا واحده لسه مبتدئه ما اعرفش اي حاجه، اروح عند التاجر اختار الشكل اللي انا عايزاه، واقول له انا عايزه 6 متر. 6 متر من الشكل ده مثلا. انا جبت هنا 6 متر من الشكل ده. هبتدي بقى هقص معاكم. انا خلاص جبت 6 متر، هبتدي اقص معاكم ال6 متر دول. ادي القماش بتاعي اهو، انا جبته من عند التاجر، ال6 متر اللي انا قلت لكم عليهم. هاجي كده عايزه اقص. اول حاجه بصوا، شايفين التانية دي يا بنات؟ دي التانية اللي بيجي من عندها القماش. اول حاجه هقصها لو انا ما عنديش رسمه، انتوا زي ما انتوا شايفين هنا في زرافه اهي. وكمان في حاجه عايزه اقول لكم عليها، لو انتوا عايزين تبتدوا برضو لسه في اول الشغل برضو، ما تجيبيش حاولي ما تجيبيش قماش في رسمه معينه. يعني ممكن تجيبي قماش لا عشان تقصي عادي، انما احنا كده لازم ادام في رسمه، بلتزم ان انا اقص الخداديات الاول، علشان اطلع الرسمه دي بتاعتي الاول، وبعد كده يبقى معايا القماش بقى بتاعي واقص براحتي. ماشي، يبقى انا اول حاجه هعمل هقص هنا الخداديات. ليه هقص الخداديات؟ علشان خاطر اطلع الرسمه بتاعتي دي، علشان خاطر دي اللي هتبقى على وش الخداديه زي ما احنا عارفين. طيب بقص الخداديه قد ايه؟ الخداديه بتاعتي قصيها 75. هي بتبقى 75 في طول الخداديه الواحده، 75 في 55. طب احنا بنعمل خداديتين، هقص قد ايه؟ هقص 75. قص 75 هيعمل لك خداديتين بس من غير قلاب، والقلاب برضه هقول لك هتقصي ايه.
اول حاجه الاول قصي 75 للخداديتين، ماشي، علشان خاطر اطلع الرسمه. يعني انا اجي الرسمه بتاعتي اهي، ادي دي رسمه الزرافه، وادي انا عندي ادي حرف القماش اهو، ادي كده حرف القماش اهو، ورسمه الزرافه عندي داخله لجوه شويه. هقيس 75. معلش يا بنات الفيديو هيبقى طويل شويه، بس الفيديو ده انا عاملاه للناس اللي هي لسه في الاول خالص وعايزه تبتدي تتعلم. انا هاجي اهو من عندي ادي حرف القماش اهو، هاجي هخش ايه، هخش لجوه كده 75 سنتي. 75 سنتي دول زي ما اتفقنا بيعملوا خداديتين بس من غير قلاب. لما بكون عايزه، لو مثلا ما عنديش الرسمه والقماشه بتاعتي عاديه، بروح اقصى متر، هقولك هاتي متر للخداديه، تروحي مطلعه الخداديتين وتروحي عامله القلاب. يعني هنا 75 سنتي. تملي يا بنات الاطفال او الكبير بنعملها الخداديه بتبقى طولها 55 في 75، ادي 75 سنتي. طيب هبص كده، انا هنا اهو الرسمه بتاعتي اهي داخله في القص اهي، ادي كده ال75 اهم بتوعي، والرسمه بتاعتي هتبقى على وش الخداديه. همسك كده ال75 دول بيعملوا خداديتين. امسك كده وهروح ايه، وهروح قص، همسك القماش بتاعي كده وايه، واروح قصاه. ادي هنا قصيت الخداديه بتاعتي ال75 اهم. وادي الزرافه اهي، ادتني ايه، ادتني خداديتين. ادي خداديه، ادي خداديه اهي، وادي الخداديه التانية. بس كده كده ايه، خلصنا الخداديات. طيب انا عايزه ايه، عايزه للقلاب، انا بعمل للقلاب 20 سنتي. لو انا بقى عايزه اخلص الخداديه بتاعتي في الاول 20 سنتي. طبعا انا بقول لكم انا ببدا بالخداديه عشان خاطر دي فيها رسمه، لكن انا لو القماشه بتاعتي ما فيهاش رسمه والشغل بتاعها كله عادي، ببدا بالملايات الاول، ببدا بالخداديات بالمخدات الاول، والخداديات ممكن دي تبقى اخر حاجه عشان خاطر بطلع بقى القلاب من القماش اللي فوق. لكن انا علشان خاطر ملتزمه برسمه فطلع الخداديه الاول. دي برضو من الحاجات المهمه للناس المبتدئه. يبقى ادي ال 75 سم عملوا لي الخداديتين، يبقى انا طلعت خداديتين. اخلي القلاب للاخر، خليكم فاكرين ان ايه، هقص 20 سنتي للقلاب في الاخر بعد ما اخلص عشان برضو ما نتلخبطش. تاني حاجه بقى اعملها، هقص الملايه. انا عايزه ملايتين، كل طقم الاطفال بيبقى 6 قطع، بيبقى ملايتين وخداديتين ومخدتين، ماشي، زي ما قلنا بنجيب لهم 6 متر. يبقى انا دلوقتي عايزه اعمل، هقص ايه، هقص ملايتين، هقص ملايه وبعدين اقص الملايه التانية. طيب الملايه بتاخد قد ايه، الملايه بتاخد علشان تبقى حلوه ومستريحه وشغلك يعجب العميل، اعملي الملايه مترين، ما تقليش عن مترين. حد يقولك لا خليها مترين الا ربع والكلام ده كله، لا، لو انت عايزه شغل حلو خليها مترين. يبقى احنا محتاجين قد ايه للملايتين، محتاجين 4 متر. يبقى بنقص 4 متر وبعدين بنقسمهم، يبقى معايا ملايتين، كل ملايه 2 متر. يبقى انا كده برضو اهي، انها في كل القص هيبقى من عند التانية اللي انا جايباها من عند التاجر. هقص اول ملايه، اقص 2 سنتي، هقص الاول ملايه اقص 2 متر. ادي كده اهو 150 على قد المزوره. هروح مزوده ايه، انا معاكم واحده واحده، معلش الفيديو هيطول شويه عشان خاطر ايه، عشان خاطر تستفيدوا. اهي انا قصيت اهي الملايه بتاعتي مترين عشان ما جاتش في الكاميرا وانا بقص اهو، هوريكم. لازم انا ابقى فارده القماش بتاعي كده علشان خاطر ايه، المقاس فيه يبقى مظبوط.
ادي كده، ادي 1.5 متر اهو قدامي. ازود 50 سنتي. هاجي كده عند المزورة من الاول خالص، اروح مزودة ايه، ادي 150 اللي وقفنا عندهم، احط الايه، ازود 50 سنتي بتوعي اهو. انا هو عاملاه 50 سنتي بالظبط. يبقى الملاية بتاعتي 2 متر. يبقى انا معايا ايه، الملايتين، كل ملاية 2 متر. كده فاضل ايه، فاضل المخدات. يبقى احنا قصينا الخداديات و2 ملاية. فاضل ايه، فاضل هقص مخدتين. المخدتين بقى بتوعي دول بقصهم ازاي، بحتاج قد ايه، بحتاج 90 سنتي. يبقى للمخدتين بقيس 90 سنتي. انا باجي للمخدتين اللي هما الاطفال، مخدتين الاطفال 90 سنتي اهو. انا هاجي من عندي برضو الاول القماش اهو، وهقيس ايه، 90 سنتي. انا قصيت القماش بتاعي عشان يبقى جاهز، عشان الفيديو ما يطولش. ادي 90 سنتي اهما. يبقى كده معايا 90 سنتي. دول بيعملوا ايه، 90 سنتي بيعملوا مخدتين. طيب همسكهم بقى ازاي، اطلعهم مخدتين اهو. ادي الحته المقفوله اهي، من عندي الحته المقفوله دي، وهشقها عشان يديني مخدتين. هفصلها يعني عشان هي متنيه اهي، زي ما انتم شايفين هي هنا اهي متنيه، هي قصدي طبقتين اهم. فانا من عندي الجزء المتني ده انا هروح شقها كده. بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى بقص 90 سنتي للمخدات، واروح شقهم من فوق كده اهو. انا وشقتهم بقوم عندي حتتين، كل حته هتديني مخده. المخده دي بقى تبقى ايه، بتبقى ادي بيبقى عرضها 90. اما جتنيها كده اهي اهو، جيت تانيتها اهي، قفلتها اهي. يبقى المساحه دي هتبقى 45 سنتي. الطول بقى بتاعها قد ايه، ده بقى ايه، بيبقى ايه، هيبقى طولها 120. هيبقى هي كده، هي هيبقى طولها 120 في 90 سنتي. انا ماليش دعوه بالطول، انا اجيب حته 90 سنتي واروح شقها زي ما قلت لكم، هتديني مخده مظبوطه. مالكوش بقى دعوه بالطول خالص عشان ما تتلخبطوش. هتديني ملايه، ما هي هتديني ملايه مخده مظبوطه 90 في 120. يبقى انا كده من خدت 2 متر خدت 4 متر للملايتين، وادي 90 سنتي للمخدات، للمخدتين، وخدت 75 للخداديتين. ادي معايا 90 سنتي، طلعت منهم مخدتين، وادي 45 او 75 دول طلعت منهم الخداديتين. طب كده ناقصني ايه، زي ما قلت لكم ناقصني القلاب. انا بعمل قلاب ايه، بعمل قلاب كبير. بلاش نعمل قلاب اللي هو الحته الصغيره دون، يا دوبك يبقى مغطي من فوق الخداديه بس من فوق. لا، حاولي تعملي القلاب من 20 25، ما تقليش عن 20. انا دايما بعمله 25 بصراحه، بيبقى كبير ومغطي لي الخداديه من جوه كده. فالزبون لما بيلاقي برضو الحاجه دي بيحس ان الشغل نضيف، والشغل ايه يعني، فيه اهتمام يعني. اهي ادي الحته اللي فاضت دي اللي هاخد منها القلاب، هقص منها القلاب زي ما اتفقنا. قلنا اقص قلاب قد ايه، اقص قلاب 25 سنتي. اخد قلاب 25 سنتي. بيبقى قلاب بقى ايه، بيبقى حلو كده وبيبقى مستريح قوي على الخداديه. انا بروح مطبقاها كده، وباجي بروح واخده ايه ال25 سنتي بتوعي للقلاب. انا هم قصيتها اهي، ادي ال25 سنتي. طبعا هي بتبقى حته طويله، بعمل منها ايه، هي بيبقى شريط طويل اهو، بقص منها قلابين. طيب انا عندي ده 25 زي ما اتفقنا. طب انا عايزه القلاب بتاعي قد ايه،
بيبقى 55، لان انا عندي الخدادية بتاعتي انا قصيتها 75، فهي هتديني 2، فالاتنين هيبقوا ايه، كل واحدة 75 في 55. ادي الخدادية ايه 55. اما اجي اعمل القلاب ممكن اقيسه كده هقيسه كده واروح قصه. يعني قيس القلاب على عرض الخدادية اللي هو 55. انا خدت الاول قطعة اللي هي القطعة بتاع القلاب 25، اروح واخده بقى الطول بتاعها يبقى 55. 55 انا قستها هي على قد الخدادية، بقيسها هي على قد الخدادية واروح قصه الباقي. انا محتاجة 2، محتاجة ايه، محتاجة 2 اهي. احاول اظبطها تبقى على قدها بالظبط عشان ما يجيش القلاب اصغر من الخدادية، يا اما اوسع سنتي كده، اكبر سنتي في القلاب مش مشكلة. انا بحب اكبر سنتي كده في القلاب مش مشكلة، وبعدين كده بروح اقص في الخياطة. ادي القلاب بتاعي اهو، على قد الايه، على قد الخدادية بالظبط. يبقى انا معايا الخداديتين بالقلابات بتاعتهم. يبقى انا كده خلصت ايه القص بتاعي. انا بقولك الطقم الاطفال دون بيبقى بصراحة يعني طريقته سهلة، مفهوش اي شغل. بتقصي 4 متر يعملوا لك ملايتين، وبتقصي 90 سنتي بيعملوا لك مخدتين، وبعدين بتقصي 75 سنتي بيعملوا لك خداديتين. وبعدين بقى في حته بتفيد اللي هي ايه، بتطلعي منها القلاب، في حته من القماشه بتفيد بتطلعي منها ايه 25 سنتي للقلاب او 20 سنتي للقلاب. بس دي ادي طريقه طقم الاطفال. بصراحه هو بيبقى سهل جدا. لو انا يعني انا ارشح انتي لو اول ما تبتدي بطقم الاطفال دون، بتجيبي 6 متر. وان شاء الله لو في اي حاجه اكتبولي في التعليقات، وانا ان شاء الله هرد عليكم، وعلى اي سؤال هرد عليكم ان شاء الله بسرعه. وربنا يوفقكم ان شاء الله وتبقى فتحة خير. وبس ابتدوا انتوا كده وتشجعوا، ان شاء الله تبقى فتحة خير علينا كلنا ان شاء الله. وما تنسوش لو عجبك الفيديو بقى تشترك في القناة وتفعل الجرس، عشان ان شاء الله هعمل سلسلة بقى عن ايه، عن اللي هي السرير الكبير بقى بعد كده. وبعد كده بقى ايه اللي هو الكورنيش بإذن الله، للي عايز يتعلم معايا خطوة بخطوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.